اهلا بيكم. حلقتنا النهارده عن توفير المجهود. ليه تقعد تظبط نوع الخط وحجمه ولونه لكل عنوان في ملفك وانت تقدر تعمل ده بضغطه واحده؟ والاسوأ، ليه لما بتنسخ نص من على النت بينزل بتنسيق غريب ويبوظ لك الملف؟ النهارده هنحل المشكلتين دول للابد. الفرشه دي اتكلمنا عنها قبل كده، بس خلينا نوضحها اكتر. مش بتنسخ بس التنسيق، لا دي بتنسخ الشخصيه. مثلا ده العنوان الاساسي، مثلا عايزين نظبط العناوين الجانبيه ديت. عايزين مثلا نكبر الخط، ممكن نكبر الخط من هنا، او نفس الكلام برضو من هنا. جميل. عايزين نكبر الخط شوية، كبرنا الخط. مثلا انا محتاج اعمل اندرلاين، احط تحته خط مثلا. انا حابب الخط ده يكون ليه شكل مختلف، اختار من هنا الشكل اللي انا حابه، خطين مثلا، هكذا. الخط ده مثلا محتاجه يكون بولد على سبيل المثال. انا دلوقتي ظبطت العنوان دوت، محتاج اظبط كل العناوين التانية. اعمل ايه؟ بكل بساطة هحدد العنوان الاولاني واروح اضغط على الفرشة، فورمات بينتر. هنا الفرشة لو ضغطت ضغطة واحدة اقدر اعيد النسخ مرة واحدة بس، وكده خلاص الفرشة راحت لوحدها. انما انا لو محتاج اكرر ده اكتر من مرة، احدد مثلا عايز انسخ التنسيق بتاعه وكل الصفات بتاعته، واروح اضغط على الفرشة مرتين. ضغطت انا على الفرشة مرتين كده اشتغل براحتي. اعمل دي مثلا، ومحتاج اعمل دي كمان، ومثلا دي. ولما اخلص اضغط على الفرشة تاني علشان الغيها. بس كده زودت السرعة 1000%. انا لما بنسخ نص من على النت بينزل بخلفيته الوانه وروابطه. كنترول وسي، رحت عملت كنترول وفي، بينزل بالشكل ده. انا بكل بساطة هنلاقي تحت ايقونة صغيرة هضغط عليها، بيست اوبشنز. هروح الاقي اول خيار فيهم اللي هو كيب سورس فورماتنج، هيخلي الكلام زي المصدر. وده اكتر واحد بيعمل مشاكل، بيكون النص بالشكل ده. تاني واحد فيهم اللي هو ميرج فورماتنج، ده معقول شوية، بيعمل موازنة بين النص اللي اتنسخ منه والنص اللي احنا شغالين عليه حاليا. ده ميرج فورماتنج، ولكن مش ده الافضل. افضل واحد فيهم اللي هو كيب تكست اونلي، ده افضل واحد فيهم. ده بيخلي النص كأنك انت اللي كاتبه، بعدها تبدأ تشتغل عليه واحدة واحدة من الاول وتظبطه براحتك. طب احب اقول لك بقى، انت نسخت كذا حاجة ورحت اكتر من مصدر وجبت اكتر من مرة حاجات كتير. دلوقتي انت نسخت اكتر من حاجة الملف الوورد بتاعك، وعايز ترجع لها مرة او اتنين. تعرف ان الوورد يقدر يحفظ اخر 24 حاجة انت عملت لها كوبي؟ ده بكل بساطة هتروح لكلمة كليب بورد، هتلاقي تحت على اليمين هنا سهم صغير، هنضغط عليه هوم. هننزل هنا هنلاقي كليب بورد، هضغط عليه. هيطلع لي دي الحاجات اللي انا عملت لها نسخ. لو انا محتاج اعمل لها نسخ تاني اعمل براحتي. لو انا مثلا واقف هنا محتاج انسخ الجزء ده تاني، بكل بساطة اضغط على السهم ده واضغط بيست. كده انا سرعت العملية جدا. ولو محتاج برضو اظبط نفس الكلام، مفيش اي مشاكل. وده برضو بينطبق على الصور. لو انا مثلا نسخت الصورة دي مثلا، دي صورة مثلا انا خدت لها كوبي، نسخ الصورة، ورحت عملت لها بيست. بيست هنا اهي، الصورة اتنقلت وبرضو الصورة معايا. لو انا احتجت اوصل لها تاني اخر 24 حاجة هلاقيهم متوفرين معايا. تمام. لو انا خلصت وعايز اشيل النافذة دي بكل بساطة اضغط اكس اخفيها واكمل شغل على الملف بتاعي براحتي. وده حلو جدا، بدل ما تفضل رايح جاي كل شوية على الملفات التانية وبتنسخ من جديد، بيكون متوفر معاك سريعا علشان تتعامل معاه. دلوقتي لو انت محتاج تنسخ التنسيق من غير ما تنسخ النص ومن غير ما تستعمل الماوس، في اختصار سريع جدا. تحدد النص بتاعك وتضغط كنترول والت وسي، كنترول والت وسي، وبعدها تنزل النص ده انا عايز انقله التنسيق بتاع النص اللي فوق.
اضغط كنترول والت وفي، كده التنسيق اتغير بقى زي النص اللي فوق. بالطريقة دي انت هتقدر تسرع شغلك وتنجزه في نص الوقت. الحلقة الجاية هناخد ميزة المنقذ، ازاي تبحث عن كلمة وتبدلها في ملف في 100 صفحة بضغطة زر واحدة. جرب تنسخ من النت بوضع تكست اونلي وشوف النتيجة، واستناني الحلقة الجاية.